ما تشتمش زيزو، ما تلومش الا ادارتك. ده الرساله ان انا عايز اطلع اقولها، بس ما يقدرش، ما ينفعش اقولها في اول الفيديو، لازم اقولها في اخر الفيديو، عشان لازم تسمع الفيديو كله عشان تسمع تركز او تفهم الحته دي. ما تلومش الا ادارتك. انكل زيزو حبيبي بالونه ده بعد ما خدنا زيزو، وبعد ما زيزو طلع عمل تصريحات خدوا بصوا يعني خد صدمه كده في وشهم، وقعدوا بقى يبعتوا لنا ايه ده مش كنت تقول عليه زيزو بالونه ومش عارف ايه، والحرقان بدا يشتغل. يا حبيبي زيزو بالونه، يا حام تعالى يا حبيبي، مش زيزو بالونه يا حبيبي. اقول لك على حاجه ثانيه كمان، زيزو بقى مش بالونه دلوقتي، زيزو القفا. عارف القفا اللي انت خدته على دماغك، انت لغايه دلوقتي مش عارف ترد عليا كاي زملكاوي، انت واخد قفا. لسه هشرح لك سيكولوجيه القفا دي ايه، بس خليك معايا. انا دم تقيل زي ما بتقول، زي ما الكوبي بيقول عليا دم تقيل. حلو كده كده المحتوى اللي انا عامله وصل يعني كده محتوى هادف. ما علينا. طيب دلوقتي زيزو بالونه مش عارف ايه ويبعتوا لنا اهدى اهدى حبيبي تعالى. زيزو بالونه ليه لما كان زيزو في الزمالك، احنا هنتكلم على تصريحات زيزو بعد النقطه دي يعني، ليه لما كان زيزو في الزمالك قلنا عليه زيزو بالونه؟ لان انتوا بتصنعوا اصنام كتير قوي عندكم في النادي، وبتلفوا حوالي كتير وتبوسوا ايادي واي حد يعمل فلس مش عارف ايه، يا نهار اسود، اي حد يعمل كوبري، اي حد يجيب جوان من ضربات جزاء، يا نهار ابيض. زيزو لو جه عندنا يا جدعان الموسم ده وجاب 20 جون ضربه جزاء، هل احنا هنطلعه اسطوره؟ لا عادي يعني، فاهمين حاجه؟ ده الفرق بيننا وبينكم، لسه هتكلم في النقطه دي. المهم زيزو هو لاعب حلو مش وحش، لاعب عنده مهارات، الاوفرات بتاعته حلوه، كان شايل الزمالك فترات طويله، لان الزمالك اصلا ما كانش عنده حد الا زيزو بس، فعشان كده انتوا عملتوه بالونه، فهو بالونه. انتوا تصنعوا من الاصنام كتير عندكم في النادي، وفي كتير لو مش عارف كريزا وبسله كنتوا تقعدوا تقولوا على لعيبه كتير عندكم كده، طلعوهم فترات من فترات كده ويجي يطلعوا وبعد كده ينزلوا اسامي باسم مرسي ومصطفى مش عارف مين، وعندكم ناس كتير كده بتطلعوهم وفجاه ينزلوا بالونه. لكن زيزو عشان هو عنده منتاليتي بتاعته نضيفه شويه، ما اندركش تحت البالونه اللي انتوا عملتوها دي، وكان مستوى ماشي. ما كانش حتى يعني يوم ما عمل تصريح ضد الجماهير النادي الاهلي كانت حته كده من في الست سنين اللي فاتوا دول، واحده بس، لكن ما كانش بياخد اللقطه، ما كانش عايز يعمل نفسه بالونه وانا الاعظم وانا الحلو اللي في الزمالك والكلام ده، ما عملش الكلام ده. فانتوا عملتوه بالونه. لما بيجي بقى عندنا الاهلي، هل احنا هنعمله بالونه؟ هل احنا هنقول عليه ده لعيب فاجر ده مش عارف ايه؟ صباح الفل يا عم زيزو، اتفضل اتكلم في الملعب، ومش سنه واحده بس ولا سنتين ولا 3، 7 8 سنين ولا 6 سنين قصدي، تمام؟ علشان اقول عليك انت اسطوره، زيك زي ابو تريكه، زي مين، زي علي معلول، زي الناس دي. ده احنا. وخد بالك ما بنصنعوش اسطوره عشان خاطر بيجيب بطولات بس وبيلعب حلو بس، لا، عشان ما بسمعش صوته، عشان محترم، عشان حاجات كتيره ماشيه مع مبادئ النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي اللي دمها تقيل عليكم. عرفتوا الفرق بيننا وبينكم؟ هي دي القصه كلها، عشان كده دم تقيل بالنسبه لكم. ما علينا، هي دي القصه كلها. عندكم هو بالونه مش عشان هو بالونه، عشان انتوا اللي نفختوا البالونه. عندنا لعيب عادي، ورقم 1 عندنا هو النادي الاهلي، اللوجو ده هو رقم 1 عندنا يا باشا. ادي في الملعب لمصلحه النادي الاهلي، وانت لعيب من 11 لاعب في الملعب، ادي واعمل اللي عليك، ثم مع الايام ومع السنين هنقيم وهنقول عليك اذا كنت انت فعلا اسطوره ولا لا. واضح الكلام وسهل اهو. طيب بيقول لك ايه، خبطتين في الراس توجع. الزملكاويه الايام دي مش واخدين بقى خبطتين في الراس. انت يا جماعه نسيتوا ان هم واخدين كاس مصر من 3 ايام؟ نسيوا واحنا نسينا والله. الخطه بتاع زيزو مش سهله، مع ان احنا عارفين من شهرين، بس الاعلان الرسمي نفسه الموضوع مش سهل. عشان كده كنت بقول لاصحابي ايه، انا لما اشوف زيزو لابس شيرت النادي الاهلي انا هعزمكم يا جدعان عند صبحي كابر. صبحي كابر قافل بتاعي. المهم طيب تعالى بقى يا معلم في حته بقى اللي هو ايه، القفا.
عايزين بقى نشرح سيكولوجيه كلمه القفا دي. طيب دلوقتي انت عندك زيزو او الزمالكاويه دلوقتي او مجلس اداره نادي الزمالك واخدين قفا مش قفا، واخدين يعني مش خبطه واحده او خبطتين، واخدين 3 4 خبطات. عندك اول خبطه بن شرقي، امام عاشور، وخبطه زيزو. خبطه زيزو بقى دي نفسها بتنزل بقى، انزل بقى تحت شويه كمان، تحت خبطه زيزو ده دي كمان خبطه زيزو، التصريحات اللي عملها، الفضيحه اللي عملها مع ابراهيم فايق حرفيا. في تصريحات بقى زيزو يا جماعه، حرفيا زيزو نشر كل الملابس الرديئه لمجلس اداره نادي الزمالك، فضحهم. وبصوا، حد يقول لي بقى بيكذب، حد يقول ما بيكذبش. بصوا يا جدعان، هو الواد ده مش طالع عشان يكذب، الواد ده طالع يقول اللي جواه، لانه من شخصيته او باين عليه، واكبر دليل على كلام المنتاليتي بتاعته نظيفه. ان محمد صلاح طالما وصى عليه مع جيرارد عشان ياخده وكده، فدي معناه اللي هو الواد ده دماغه نظيفه. الواد ده شكله ما بيتكلمش كتير في الاعلام، شكله بيسكت كده زي سياسه النادي الاهلي كده، ما علينا يعني. فاتظلم كتير قوي، فهو نشر كل الملابس الرديئه لمجلس اداره نادي الزمالك. طب هل حد من مجلس اداره نادي الزمالك طلع ورد؟ لا. ده ليل نهار، ده كانوا بيباتوا في التلفزيون في القنوات الفضائيه ويطلعوا يتكلموا في كل الاوقات. بعد ما زيزو طلع، حاله صمت، صوت صراصير الحقل. طب انتوا فين يا جدعان؟ ما تطلعوا. انا كاهلاوي مستني تطلعوا تتكلموا تدافعوا عن نفسكم عشان اقارن بقى. مفيش. وده مش الطبيعه عندكم، ده كان الطبيعه عند زيزو، ان زيزو وانتوا بلا 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 بلا. خلاص. طيب تويته بس عملها الاستاذ احمد سالم رئيس اللي هو المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، تويته هبله كده مالهاش لازمه برضه. انا عايز تطلع تدافع عن نفسك، مفيش. طيب بعد الحلقه الثانيه بتاع زيزو برضه ما حدش طلع يتكلم. اذا زيزو كلامه على حق. طيب الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، يا اخي يا ظالم. مؤسسه كبيره زي نادي الزمالك تتفاوض مع لاعب كبير في نظركم، اسمه لاعب اسمه زيزو. هقول له جدد معانا ونديك شقه ولا فيلا وتتصرف فيها بعد سنتين ومفيش ضمان؟ ايه يا عم ده؟ هو انا قاعد في محل عقارات؟ يعني دي سقطه اداريه كبيره قوي، ان انا اتعاقد مع لاعب وانا اكبر قلعه رياضيه في مصر ما اعرفش اتكلم معاه، او ما اعرفش اتفاوض معاه، او حتى لما اتفاوض معاه بطريقه يعني مش بروفيشنال خالص. محمد صلاح كلم جيرارد وقال له خد زيزو مش عارف ايه وي 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 وي, وي. المهم، فمحمد صلاح بقى قصدي جيرارد عمل ميعاد مع الوكيل والد زيزو، وميعاد مع مجلس اداره نادي الزمالك. والد زيزو يحضر وزيزو يحضر وجيرارد يحضر ومجلس اداره نادي الزمالك ما تحضرش. دي بقى يعني انت لما تقعد كده تفكر كده، تيجي تشوف يعني النادي الاهلي بيعمل ايه مع الناس والاصول والادب والمبادئ والاخلاق، الحاجات اللي هي دمها تقيل عليكم دي، معلش استحملوني شويه. وتيجي تشوف الزمالك، يعني معلش يعني مجلس اداره نادي الزمالك ده جيرارد يعني ده لعيب اسطوره، حتى يروحوا يصوروا معاه حتى، لكن انتوا ما تحضروش الميتنج ده. دي حته اللي انتوا يعني انتوا ضايعين اداريا، انتوا واعيين فشخ. مرتضى منصور طالع بيدافع عن زيزو، دي بقى حته غريبه جدا. يعني طالع بيقول يا جماعه زيزو كلامه كله صح، وعمل مؤتمر مخصوص بسبب الموضوع ده. فانت انت كزملكاوي ما تلومش الا مش نفسك بقى، الا ادارتك. ما تشتمش جمهور النادي الاهلي، ما تشتمش اداره النادي الاهلي، ما تشتمش الخطيب، ما تشتمش زيزو. ما تلومش الا ادارتك. ده الرساله ان انا عايز اطلع اقولها، بس ما يقدرش، ما ينفعش اقولها في اول الفيديو، لازم اقولها في اخر الفيديو، عشان لازم تسمع الفيديو كله عشان تسمع تركز او تفهم الحته دي. ما تلومش الا ادارتك. كل زيزو وانتوا طيبين. انا كده ضحك.